ظهرت في بث مباشر وجهت فيه اتهامات خطيرة وغير موثقة لعدد من الشخصيات العامة، مما اعتبر تشهيرا وتحريضا. المحتوى تضمن إيحاءات وألفاظا اعتبرت مسيئة للحياء العام وبالتالي مخالفا للقانون. الاثنان، الاتهامات المنسوبة إليها: القذف العلني والإساءة لسمعة الآخرين، نشر أخبار كاذبة أو غير مدعومة أدلة، التحريض على الكراهية وإثارة الفوضى الرقمية. ثالثا، من هي ليلى الشبح؟ اسمها الحقيقي ليلى محمد، تبلغ نحو 42 عاما وفق أكثر المصادر، وأخرى ذكرت 65 عاما في تقدير مختلف اللبنانية المعنية. من حي شبرا في القاهرة، قادت نشاطها كمنتجة منذ 2015 من خلال شركة إنتاج خاصة بها، كانت لها أعمال غنائية ومهرجانات من إنتاج بناتها، أبرزها الواد ده بتاعي، أرض العتاولة، والرجولة اللي اختفت. شهرت بأسلوب حياتها الباذخ وظهورها المتكرر بقطع ذهب وممتلكات فاخرة على الإنترنت. الجدل العام: تدخلت في مشاجرات حادة خلال أحداث عزاء الموسيقار حلمي بكر، ووجهت اتهامات لأرملته والفنانة هند عاكف، ما دفع إلى تبادل البلاغات بين الأطراف. تداولت شائعات مثلا حول تجارة الأعضاء، لكنها نفتها قاطعا وهددت باللجوء للقضاء ضد من ينشرها.